قرر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الجديدة تمديد الحراسة النظرية لستريمر إلياس المالكي اللي متوقف منذ نهار الاثنين. وفي الصباح ديال اليوم الأربعاء تم تمديد الحراسة النظرية بمدة 24 ساعة آخرين باش الضابطة القضائية تعمق البحث في الملف ديالو، وبالخصوص فيما نسب ليه من حيازة المخدرات واستهلاكها. توقيف المعني بالأمر جعل أسباب شكايات قدموها عدة هيئات نقابية ومدنية كتمثل مهنيي سيارات الأجرة، بعد تصريحات منسوبة ليه اعتبروها مسيئة ليهم. ومن بعد ما تشد وخضع للتفتيش من طرف الضابطة القضائية، تلقاو عنده لفافات ديال مخدر الحشيش رغم أنه نفى باللي كيستعملو. في المقابل كتأكد بعض المصادر النقابية باللي شي مهنيين من سياقات وسياقي سيارات الأجرة قرروا يتنازلوا على متابعته. وحسب مصادر الجريدة فالأقارب ديال الموقوف إلياس المالكي تواصلوا في الصباح مع ممثلين ديال الهيئات المهنية، وكاين ترقب باللي غادي يخدموهم تنازل باش يقدموه لدى النيابة العامة من أجل الإفراج عليه. وسجلوا نفس المصادر باللي لجوء المهنيين للقضاء جعل أسباب مصدر منه في حق التاكسيات والسياقين ديالها من إهانة وسب في حقهم. وزيد على هذا الشيء أنه ما قدم حتى اعتذار بعد هاد التصريحات. هاد الواقعة جات من بعد ما كان القضاء في الجديدة في شهر نوفمبر 2024 حكم على المالكي في جوج ديال الملفات. الأول حكم عليه بعقوبة حبسية مدتها 4 شهور وغرامة 5000 درهم، والثاني حبس ما في 3 شهور وغرامة 2000 درهم. وهاد الملفات كانوا بسبب شكايات قدموها جمعيات من الحركة الأمازيغية وأخرى من الحركة النسائية.